اليوم رح نحضر أشهى وأطيب شوربة بتتقدم بالمطاعم، كتير طيبة كتير سهلة وكتير بسيطة. وهالشوربة كتير طيبة برمضان، فيكن تحتفظوا بالفيديو من هلأ مشان تجربوها كمان برمضان. ولحتى نعرف كيف بتتحضر خلونا سوا نتابع الفيديو. طنجرة على النار بدنا نحط قطعة زبدة أو سمنة. إذا حطينا زبدة بنحط نقطة زيت. بعدين بنكون فارمين بصل ناعم ومنقلبه ليدبل شوي، ومنكون بارشين جزرة ومنحطها فوق البصل ومنغطيهم لحتى يستوي البصل والجزر. بس استوى البصل والجزر بدنا نقلبهم تقليبة ونحط فوقهم طحين، معلقتين طحين كبار ونحمصهم. إذا ما بتحبوا تحمصوا الطحين بالبداية فيكن تذوبوه بالمي وبعدين تحطوه بعد ما نحط مرقة الدجاج. استعملت لتر مرقة دجاج وحاطط له أنا شوية ماجي ومطيبات وقت سلقت الدجاج، ومنحركن ليدوب معنا الطحين. وحطيت حوالي 3 معالق كبار كريمة، فيكن تحطوا كريمة وفيكن تستغنوا عنها أو تستعملوا بدال الحليب. عندي صدرين دجاج سلقتهم وفصصتهم كمان، منحطهم ومنضل نحرك لحتى تغلي معنا الشوربة مشان الطحين ما يتكتر. وبس تغلي معنا الشوربة منضيف رشة بقدونس، وفينا نستغني عن البقدونس خيار اختياري. وهيك شوربتنا جاهزة.